هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهجلة الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري، كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهيب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 4 يناير 2021، النشرة الإخبارية. ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك تطورات الأنشطة الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. لماذا فرض نظام فورقي حظر تنقل المواطنين في القرى تحت حجة وباء كورونا الآن؟ السودان تريبيون، قوات إريتريا تتحرك قرب الحدود مع السودان. أنباء عن توتر علاقات النظام الإريتري بمصر بسبب تباين مواقف الطرفين من الأزمة في المنطقة. نداء إلى أبناء الشعب الإريتري في الداخل والخارج وإلى قوات الدفاع الإريترية. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. في ظل تصاعد الحديث عن التدخل العسكري لنظام فورقي في حرب تيغراي، والحديث عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان للقوات الإريترية المشاركة في تلك الحرب في الصحافة العالمية وتصريحات مسؤولين في دول كبرى، نظام فورقي يحظر حركة التنقل في القرى تحت حجة انتشار وباء كورونا. ومن المعلوم أن الحرب تدور بالقرب من المناطق الحدودية الجنوبية والغربية، وأغلبها قرى وأرياف، حتى يتم التعتيم عن أخبار الحرب من الجانب الإريتري. بالرغم أن تقارير وزارة الصحة حول وباء كورونا في إريتريا لم تعلن عن حالة وفاة واحدة، وأن تقاريرها كلها كانت متفائلة، إلا أن ما يعرف بفريق العمل رفيع المستوى يقرر الإغلاق الكامل بما فيها حركة الانتقال العادية داخل القرى والأرياف أو السفر إلى المدن، وكذلك حركة النقل، فقط سيارات الشحن وإيقاف الخدمات الحكومية. فهل القرار جاء نتيجة انتشار الوباء في القرى والأرياف، أم منع التجوال والتنقل كان لأسباب أمنية نتيجة لتدخلها في حرب تيغراي وما أفرزته من كوارث إنسانية بات العالم يتحدث عنها؟ ولماذا لا تتحدث التقارير عن حجم انتشار وباء كورونا وسط سجناء الراي الذي تكتظ بهم السجون؟ وتحت عنوان الحكومة الإريترية تشدد من إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 في 21 من ديسمبر 2020، صدر بيان من فريق العمل رفيع المستوى يقرر الإغلاق الكامل ومنع حركة تنقل المواطنين في القرى، وإيقاف جميع الخدمات الحكومية وحركة النقل إلا بتصاريح أمنية، ووعدت باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالف التعليمات. ويبدأ تنفيذ القرار من 22 من ديسمبر 2020، ولم يحدد موعد أو تاريخ انتهاء الإجراءات.
وصدر منشور القرار بالطبع باللغتين التجرينية والإنجليزية فقط في تجاهل تام للغة العربية كالعادة من قبل نظام سياس أفورقي. كشف موقع السودان تريبيون نقلا عن مصادر عسكرية لم يسميها عن تحرك قوات من الجيش الإريتري من مدينة أم حجر الواقعة في الحدود بين السودان وإريتريا في طريقها لمنطقة عبد الرافع على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا. وزعمت المصادر أن القوات الإريترية المتحركة شاركت الجيش الإثيوبي في عملياته العسكرية التي خاضها ضد جبهة تحرير إقليم تيغراي. ونفت إريتريا تورط قواتها في الصراع الدائر في إقليم تيغراي حسب الموقع. وأضاف موقع أدوليس الإريتري المستقل أن موقع السودان تريبيون أكد سيطرة الجيش السوداني على 11 مستوطنة لقوات وميليشيات إثيوبيا أقاموها خلال احتلالهم المساحات الزراعية داخل الأراضي السودانية على مدى 26 عاما الماضية، في وقت تحركت قوات إريتريا صوب مناطق الشريط الحدودي. هذا ولم تتأكد أدوليس من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى. أورد موقع فرجة الإريتري المستقل نقلا عن نشرة الثوابت الوطنية الإريترية أن مصادر مطلعة قد ذكرت أن النظام أفورقي مستاء من الدور المصري الداعم للسودان وما يظنه من دعم مصري لمنظمة جبهة تحرير تيغراي وياني، كما يعتقد أن الجانب المصري مستاء من دور نظام أفورقي الداعم لوجهة النظر الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة وتعظيم الدور الإثيوبي من خلال المساندة العسكرية المباشرة للنظام الإريتري ضد تيغراي، وكذلك في الملف الصومالي، مما أدى إلى برود واضح في علاقة الحليفين السابقين. هذا وقد تم كما تقول المصادر استدعاء السفير المصري وإبلاغه استياء نظام أفورقي للدور المصري ضد مخطط أفورقي وأبي أحمد في المنطقة، خاصة في مسألة دعم الجيش السوداني في حرب الحدود مع إثيوبيا والتنسيق العسكري مع السودان وإجراء المناورات العسكرية معها، بالإضافة إلى دعم جنوب السودان في خلافها مع إثيوبيا الذي أدى إلى طرد سفير دولة جنوب السودان أخيرا من أديس أبابا. ولا يعرف عما إذا كانت العلاقة بين الحليفين السابقين وصلت إلى مستوى القطيعة. ومن المعروف أن النظام أفورقي ظل تابعا للمواقف المصرية منذ عهد حسني مبارك ثم عهد السيسي، وحدث التحول في موقفه أخيرا بعد أن تأزم الموقف بين إدارة إقليم تيغراي وأبي أحمد، حيث توفرت فرصة تاريخية لانتقام أفورقي من جبهة تحرير شعبي التيغراي وياني. كتب الدبلوماسي الإريتري السابق الأستاذ علي محمد صالح قائلا: لا شك أن الجميع تابع تداعيات الحرب الأهلية الإثيوبية الأخيرة وزج طاقية أسمرة بشبابنا في أتون حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل لأغراض ومآرب خاصة به. كانت الحجة الحدود عندما أقدم على خوض الحرب المعروفة بحرب بادمية في نهاية التسعينات القرن الماضي، وعلى الرغم من النداءات الإقليمية والدولية والمبادرات التي تقدمت بها العديد من الجهات وأهمها كانت المبادرة الأمريكية الرواندية لحل الخلاف، إلا أنه رفض كل النداءات، وكانت النتيجة فقدان الآلاف من شبابنا في حرب كان ينبغي على صانعيها أن يحلوا الخلاف بالحوار. ولكن كما أسلفنا لأمر يخص الطاقية وزبانيته أشعلت الحرب ليجلس السياس مرغما في طاولة الحوار صاغرا ويزعن إلى ما رفض عليه من شروط بعد أزهق الأرواح وشرد الآلاف. واليوم كالأمس دخلت طاقية الحرب الأخيرة إلى جانب أحد الأطراف لإشباع رغبة الانتقام والتشفي، وها نحن نخسر أبناءنا من جديد. ويضيف الأستاذ علي محمد صالح قائلا: ما أود أن أتقدم به إليكم هو مجرد اقتراح أأمل أن يجد القبول من الجميع لإنقاذ الوطن العزيز، لأن كل الدلائل تشير إلى سقوط النظام وإن كل العوامل توفرت الآن، ولهذا اقترحوا الآتي: 1. الاتفاق على إقامة حكومة في المنفى من جميع ألوان الطيف السياسي الإريتري من المجلس الوطني وخارجه من القوى السياسية والمدنية.
2. تحديد موعد لإقامة انتخابات حرة في البلاد بعد عامين من سقوط النظام. 3. التأكيد على الثوابت الوطنية ومن ضمنها أن اللغتين العربية والتجرينية لغتين رسميتين للبلاد. 4. الإريتريون متساوون في كل الحقوق والواجبات دون فرز. 5. إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين السياسيين فورا. 6. الإسراع في عودة اللاجئين الإريتريين إلى ديارهم. 7. مخاطبة المجتمع الدولي والإقليمي بأن الحكومة المؤقتة هي الممثل الشرعي للشعب الإريتري. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. قتل بيرحك قيست أكي مكايد خيبت قتل بيرحك قيست أكي مكايد وديتو شعبنا يحيى ويمايد قاب أهلا شعبنا يحيى ويمايد وكلت والقايد حرمت ولد أنسايد بعلتات الكيبة لأكلت رايد بعلتات الكيبة لأكلت رايد. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وفيما يلي تتابعون بشرى سارة للإريتريين العالقين في سويسرا ليلحقوا بإخوتهم المقيمين في سويسرا، نشرته وكالة زاجل الإريترية للأنباء زينة. نشرت وسائل الإعلام السويسرية خبرا سارا للإريتريين العالقين في سويسرا منذ سنوات، وقد كانوا مهددين بسحب الإقامة المؤقتة عنهم والإبعاد عن البلاد، وهو قرار صدر بحقهم عام 2018، والآن قررت الجهات العدلية المعنية بحقوق اللاجئين السماح لهم بالإقامة في سويسرا ورفع الحظر عنهم، وذلك بعد أن قامت بإعادة تحقيق مع 3000 لاجئ إريتري كانوا محرومين من الإقامة الدائمة ومهددين بالإبعاد عن سويسرا. القرار الجديد استثنى 83 حالة فقط من 3000 حالة، وسمح ل 2917 بالإقامة التي تتيح لهم الحصول على حقوق العمل والتحرك والتعليم والدعم الصحي. تحدث المصدر لوكالة زاجل الإريترية للأنباء زينة عن الحالات 83 فقال إنها حالات غير قادرة أن تثبت أنها مهددة في بلادها أو تعجز أن تثبت أنها من إريتريا، وقد فشلت في التحري. وأضاف إن بعض الإريتريين يفشلون في التحري لكونهم لا يعرفون لغة بلادهم ولا يعرفون جغرافيا بلادهم وليس معهم مستند يثبت هويتهم غير الادعاء بأنهم من إريتريا، الأمر الذي يجعل لجان التحري تشك في صدقهم. إريتريا تكفينا تكفينا كفي الحديد الزم، إريتريا تكفينا تكفينا كفي الحديد الزم، مريعيكا تنور سمعكا مريعيكا تنور سمعكا من تتهاجى أبوك إنكم